السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله معانا في وصفة النهاردة بمطبخ حلو حادق كفتة البرغل الاقتصادية. هنقليها في الزيت وهتبقى خفيفة وسهلة جدا. معانا ربع لحمة مفرومة، معانا كوباية برغل منقوعة في مية سخنة ومصفينها، ومعانا بصلاية وسط ومصفينها في الطبق اللي تحت. طبعا في التوابل معانا بصل بودر، توم بودر، زعتر، روزماري، بهارات لحمة. ماشي يا حبايب قلبي، ومعانا مكعبين مرقة دجاج ومعلقة بيكنج باودر. دي كل التوابل اللي معانا. هننزل بقى بكله كده مع بعضيه. طبعا البرغل كوباية برغل واحدة اللي حطاها على ربع مفروم وعلى بصلاية واحدة، والبصلاية بشراها ومصفياها من المية بتاعتها. حطيتهم كلهم في الكبة مع التوابل. ماشي، توابل بصل بودر، توم بودر، فلفل اسمر، بهارات لحمة، ولو في زعتر وروزماري مفيش مشاكل. ماشي، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة عشان تديها شاشة ويبقى الصباع حلو كده. وهنحط مكعبين مرقة الدجاج برضو هيدوها طعم تحفة جدا. مش عاوزين تحطوا مرقة دجاج يا جماعة، يبقى معلقة ملح. من كل حاجة حاطة معلقة اللي هي المعالق بتاعة التوابل. ماشي يا حبايبي، وهنحط برضو شوية زيت صغيرين كده عشان يمسكوا الخلطة كلها مع بعضها. زي ما هتشوفوا كده حضراتكم، شوية زيت صغيرين بس يلفوا الكفتة في الكبة. والله طعمها طلع ولا اروع، ما شاء الله طلعت لنا كمية حلوة قوي. كده كنا ضربناها كذا مرة في الكبة لحد ما نعمت مع بعضها كلها. ودول شوية دقيق معانا عشان نصبع الكفتة، وكان معانا مية البصلاية اللي احنا بشرناها على جنب اهي. طبعا هنبدرها في الدقيق ليه؟ عشان الصباع يبقى ماسك نفسه. انا سبتها في التلاجة في حدود ربع ساعة او نص ساعة كده قبل ما اصبعها عشان تكون مسكت نفسها. هي طبعا ماسكة نفسها، بس سبتها تجمد كمان شوية. ماشي، هنصبعها كده زي ما انتم شايفين وهنمشيها في الدقيق. بصوا يا دوب بس تاخد تعفيرة الدقيق كده من على الوش. دي الوصفة دي يا جماعة وصفة امي الله يرحمها، كانت بتعملها وتفرزها في الديب فريزر. لو جالها اي ضيف في اي وقت تطلع على طول وتقلي على طول في الطاسة، وكانت بتبقى روعة. فصراحة الوصفة دي جميلة وخفيفة وطعمها خطير. عاوزين تزودوا الكمية زودوا كل حاجة ويشيلوا منها وحطوا كانت بتحطها في اكياس تلاجة وتشيل في في درج الديب فريزر، وتطلع على طول وتقلي على طول. بس مفيش اكتر، ولا تحط في بيض ولا بقسماط ولا حاجه. هي الكفته اصلا ماسكه نفسها اللهم بارك يعني. بس كمان زمان ما كانش فيه كبه، كانت بتدعكها بايديها جامد لحد ما كلها تبقى معجون واحد. كفته البرغل دي في كل الاوقات بتبقى حلوه. انا قبل كده عملتها لكم في الفرن، ودي بقى بالطريقه اللي هي المقليه اللي انا قلت لكم عليها. كده كنا صبعناها وسبناها في التلاجة شويه تمسك نفسها برضو. وبعد كده هنوريكم بقى وهي بتتقلي بتنزل في الزيت. الزيت طبعا كان سخن. هننزل كده في الزيت. اللهم بارك، تحفة 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 يا رب. ولو الوصفة بتاعتي عجبتكم بتاع كفتة البرغل المقلية، تدعوا مني باشتراك وشير ولايك للقناة. وشكرا يا حبايب قلبي لكل تعليقاتكم وكل تشجيعكم الجميل ليا وكلامكم الطيب. ما تحرمش منكم ابدا يا حبايب قلبي. وكنا عاملين جنبها شوية مكرونة كانت تحفة صراحة. انا كده بوريكم وانا بنزلها في الزيت عشان اوريكم ان هي ما فكتش ولا هتفك. خطيرة. ولو عاوزين تفرزوا منها صوابع برضو كده وتشيلوها، بس هتبقى من غير ما تبدروها في الدقيق. يعني تشيلوها في اطباق فويل وحطوها في اكياس تلاجة وشيلوها في الديب فريزر. وقت ما تحتاجوها تطلعوها تلفوها في الدقيق وتنزلوها في الزيت على طول. خفيفة خفيفة خفيفة، ما تتحطش لا في بيض ولا بقسماط، زي ما انا وريتها لحضراتكم كده بالظبط. بصوا اللهم بارك، الصباع جميل وكبير وحلو ازاي، وما شاء الله الربع كيلو لحمه رملنا كميه حلوه. ومن كوبايه برغل وبصلايه. بس كوبايه البرغل ننقعها في ميه سخنه يا جماعه، ونسيبها لحد ما تطرى. كوبايه البرغل لحد ما تطرى يعني في حدود ربع ساعه كده. كده كانت خلاص اتحمرت معانا كده اهو. ونطلعها بقى. انا بوريها لكم ان هي ما شاء الله الصوابع كلها ماسكه نفسها، مفيش ولا صباع ما شاء الله في حاجه. ماشي، وبعد كده بنصفي البرغل حلو قوي من الميه ونحطه بقى مع البصلايه برضو بنصفيها من الميه مع اللحمه اللي احنا عاوزين نعملها. عاوزين تزودوا كميه اللحمه مفيش مشاكل. كنا خلصناه اهو بالمنظر الجميل ده، وكان جنبها مكرونه. ودي الكميه اللي طلعت لنا من ربع اللحمه المفرومه. بصوا جمالها ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. وقلبها خطير وطعمها اجمل. ويا رب الوصفة تعجبكم حبايب قلبي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.